من الجنوبية لنتوجه صوب قلميم، ومعي مباشرة من هناك الحافظ محضر لنستطلع أجواء عملية التصويت. الحافظ أهلا بك. نعم، إذا نتواجد مباشرة من أمام الحافظ التصويت. الحافظ، ما هي الأجواء في قلميم ساعات عقب بدء عملية التصويت؟ نعم، إذا نتواجد مباشرة من أمام أحد مكاتب التصويت، المكتب رقم 4 بالضبط بأحد المؤسسات التعليمية الابتدائية بوسط المدينة. ظروف التصويت تمر بشكل عادي وهادئ جدا، يعني الإقبال سجل هذا الصباح على مكاتب التصويت على مستوى قليميم وعلى مستوى باقي أقاليم جهة قليميم ودنون. بعض الإحصائيات نسب التصويت قلميم إلى حدود منتصف النهار وصلت النسبة إلى 15.62%، طنطان 9.02%، فيما ترتفع هذه النسبة إلى 29.6% بإقليم أسازاغ. نعاين ظروف التصويت بهذا المكتب. إذا ظروف عادية، عملية التصويت تمر في ظروف عادية كما نلاحظ. أذكر فقط بأن عدد المكاتب التصويت على مستوى جهة قليميم ودون تصل إلى 832 مكتب تصويت بكامل ربوع جهة قليميم ودنون. نعم، إذا العملية كما قلت تمر في ظروف عادية. معي أحد الناخبين، يعني السلام عليكم. نعم، إذا السمية ديالكم؟ الحافظ إبراهيم بن بوبكر نشار. نعم، أكيد جيتوا اليوم تأدوا واحد الواجب وطني. هذا واجب وطني ضروري من أجل التغيير. نعم. ومن أجل نبنوا البلاد واحد الطريقة اللي هي شفافة بأطر وكوادر عندها كفاءات، من أجل واحد العديد ديال المسائل، بين مستشفيات، جامعات القرب للأبناء ديالنا اللي يمشوا مدن أخرى وجهات أخرى، والحفاظ على المال العام. نعم، إذا الحاجيات والمتطلبات التنموية أكيد على رأس أولويات هذه الهيئة الناخبة. معي السيد رئيس مكتب التصويت. صف لنا الحالة اللي كتمر فيها العملية اليوم. هذا يوم تاريخي في مسار الديمقراطية المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي ظل الدستور الجديد. العملية الانتخابية تمر في ظروف جد ممتازة. بالمناسبة مشكورة السلطات المحلية اللي وفرت جميع الظروف المواتية لإنجاح العملية. بالنسبة لنا كرئيس مكتب 4 بمدرسة المتونة، نسبة المشاركة لحد الساعة وصلت 20%، مع ملاحظة هي مشاركة مكثفة للشباب. الآن كما تعلمون أغلب المواطنين في صلاة الجمعة، ننتظر إقبال مكثف خلال الساعات القادمة للناخبين. إذا طبيعة الحال إقبال متدني خلال هذه الفترة اللي كتزامن مع صلاة الجمعة، على أن يتكثف هذا الإقبال أكيد بعد صلاة الجمعة. نعم. الحافظ محضر، كنت معنا مباشرة من